كيفاش نعرف الحبوب اللي في البشره ديالي واش فطريه ولا هرمونيه او لا بكتيريه. بزاف ديال البنات كيسولوني هذا السؤال، ودابا غادي نهضروا على اول نوع هو الحبوب الفطريه. وباش نفهموا مزيان، هاد الحبيبات كيبانوا بزاف في الجبهه وكيكونوا كب بعضياتهم وعندهم نفس اللون ونفس الحجم، وكتكون بسبب فطريات سميتها ميلاستيزيا كتعيش لنا في البصيله ديال الشعر والبشره. والحل هو نستعملوا شامبو فيه الكيتينازول نغسلو بيه وجهنا مره في الاسبوع، كيعاون بزاف. وثاني نوع هو الحبوب البكتيريه، كيتجمعوا لينا من الخلايا الميته والدهون الزائده وكيخلقوا بيئه مثاليه للبكتيريا باش تكثر. وكتبان لينا على شكل حبوب واضحه، بعض المرات كتكون حمراء وبعض المرات كيكون فيها الراس. والحل هو نستعملوا منتجات يكون فيها البنزول بيروكسيد، مكون فعال في قتل البكتيريا. ثالث نوع الحبوب الهرمونيه، ومن سميتها تعين جايه من تغيرات الهرمونات سواء الدوره الشهريه او الحمل او سن البلوغ او لا حتى تكيس المبايض، وكتبان غالبا في العنق وتحت الحنك. وهذا النوع خاصو علاج مختلف شويه ويمكن تحتاجي فيه حتى استشاره طبيه. وبشكل عام كاين حوايجات كيهدوا الحبوب في الوجه بحال البشره الدهنيه، او ملي كنستعملوا كريمات كيكونوا ثقالين وكيسدوا لنا المسام، وحتى قله النوم والقلق وارتفاع الضغط، او كناكلوا السكر بزاف. والحاجه الاخيره هي كنستعملوا تقشيرات ماشي بانتظام. الا بغيتي فيديوهات كثيره على بحال هاد المواضيع خليها لي في الكومونتير.